السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة زراعة شجرة مسك الليل أو شجيرة مسك الليل. شجرة مسك الليل يعتبر من الأشجار الجميلة دائمة الخضرة اللي ممكن نزرعها في بيتنا. كمان من الأشجار اللي بتدي رائحة جميلة طول الليل لو مزروعة عندنا في البلكونة أو في خارج المنزل. هنزرعها مع بعض في زجاجة، هنقطعها بالشكل ده وهنحضر عقل المسك الليل. يفضل عقل صغيرة من 15 ل20 سنتي، أهم حاجة يكون فيها براعم من 3 ل4 براعم في العقلة. كمان يفضل زي ما انتوا شايفين كده ان احنا نقطع منها اي اوراق عشان ما تمتصش منها العصارة. دي العقل اللي احنا بنقطعها اهي. زراعتها يمكن زراعتها في شهر فبراير لو احنا في أهم حاجة، أو في فصل الربيع عموما لأي دولة. ده بخصوص الدول العربية. بعد ما جهزنا العقل بنجهز التربة. يفضل تربة تكون خفيفة غنية بالعناصر اللي النبات محتاجها. يتم الري أسبوعيا أو حسب حاجة النبات له. بالطريقة دي هنقدر نحافظ على الجو المناسب لزراعة العقل. كمان بيديها سرعة أكبر في النمو. بعد 20 يوم بيكون ده شكلها معانا، بدأت تطلع براعم جديدة. ده أنا استعجلت فيها عشان أوريكم الفيديو، وإن شاء الله نعمل لكم كذا فيديو جديد عن طرق مختلفة لزراعتها. نتمنى من حضراتكم تكونوا استفدتم الفيديو، وتابعونا لمعرفة الطرق أكثر ومزروعات أكتر. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.